السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة فراخ بس بطريقة تحفة، وبسم الله ما شاء الله الصوص بتاعها لوحده يعني يتاكل حاف، وحاجة تشرف في العزومات ونقول بسم الله. أنا معايا نص كيلو فراخ مفرومة، أنا فرماها في الكبة، ودي التوابل بتاعتنا: فصين توم، ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، كمون، و3 معالق صغيرين بقسماط. توم، ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، بقسماط، كمون. دي البهارات بتاعتنا. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان هتتبسطوا قوي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا معايا بصلايه فرماها كويس قوي ومصفياها من الميه بتاعتها، هضيفها على الفراخ المفرومه بتاعتنا، وهنزل بالتوابل بتاعتنا: البقسماط والفلفل الاسود وبهارات الفراخ والكمون والملح طبعا على حسب الرغبه، واعجن الخليط ده كويس قوي. وبعد كده هبتدي اصبع الكفته بتاعتنا على سيخ، على اي حاجه عندك، قلم يكون نظيف، عيدان شيش، اللي يريحكم. اصبع كمية الفراخ بتاعتنا كلها وحطها في صينية. ممكن تبلي ايدك شوية مية على فكرة وانت بتصبعي الفراخ دي، هتبقى متماسكة معاكي كمان وهتبقى تحفة. بسيطة وسهلة ما فيهاش اي حاجة. انا خلصت الكمية كلها، هضيف عليها شوية زيت صغيرين اكني بشوي الكفتة عادي خالص. شوية زيت صغيرين في ارضية الصينية، وهرفعهم على النار من فوق واسيبهم لغاية اما يتشمع من كل ناحية ولونه يغير زي ما انتوا شايفين. بيتقلب معايا. ممكن لو صينية طبعا من اللي هي عازلة يعني ما بتلزقش فيها الحاجة، ممكن طبعا، بس انا عندي الألمونيا كانت زي الفل مفيهاش اي مشكلة، والكفتة بتتحرك عادي زي الفل. بعد ما خدت اللون ده الذهبي الجميل ده، هطلعها من الصينية، وفي نفس الصينية هحط معلقة زبدة، شوية زيت صغيرين جدا، وهشوح فيها بقى خضار معانا. هيبقى عبارة عن بصل وفلفل وطماطم. هنزل بالبصل الأول مقطعاه جوانح لحد ما يدبل، مش يغير لون، يدبل. هضيف قرن فلفل برضو اديله تشويحة كده حلوة. وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتنا مكعبات صغيرة على البصل والفلفل، وهحيق الخضار الجميل ده شوية ملح وفلفل اسود بس كده. وانزل برضو بعد كده بالكفتة بتاعتنا اللي احنا مدينها صدمة مغيرة لون على الخليط الحلو ده، يتقلب نص كوباية مية عشان يكمل السوا في قلب الخضار بتاعنا، ونقلب كويس جدا ويسيبه على نار هادية يستوي براحته. وهيبقى اقل من 10 دقايق الكفتة جاهزة معانا. احلى كفتة تاكلوها في حياتكم. انا طفيت عليها زي ما انتوا شايفين. انا عملت جنبها رز بسمتي، حطيتها على طبق الرز بالخضار بتاعها، كان رائع وجميل. يا رب تكون بسيطة، والسلام عليكم.